المحكمة الإدارية العليا لغت الانتخابات في 26 دايرة كاملة، وبعدها بساعتين بقوا 27، بعدها بساعتين تاني بقوا 28، والنهارده الصبح بقوا 29. يا جماعة اللي حصل ده مش بسيط، ده مش مجرد حكم قضائي. المشهد الانتخابي اتمسح ورجع من أول وجديد كأننا عملنا ريستارت كده. الدولة يا جماعة عملت عملية جراحة دقيقة في جسم العملية الانتخابية، أنت تنظفها وتهشتكها وتشيل منها أي شبهة أو تلاعب أو تجاوز. من النهارده يا جماعة خلاص اللي لما يغلط اما يتشال، واللي بيحترم القانون بيكسب احترام الناس. ايوه طب هو ليه يا عمده حصل كل ده؟ ايوه ايه يعني اللي ورا الموضوع الكبير ده جو كيه؟ بص يا عزيزي صديقي العمده، اللي حصل ده مش وليد لحظه، اللي حصل ده ما حصلش وخلاص، ده نتيجه طعون وشكاوي والجان ومتابعه. المحكمه يا حبيبي ما اكتفتش انها تشوف الورق اللي فوق الترابيزه بس، لا دي نزلت تحتيها ونعكشت في التفاصيل لحد ما مسكت الخيوط كلها. اول حاجه القضاه طلبوا محاضر الفرز من اللجان كلها العامه والفرعيه، وشافوا بنفسهم الارقام ودججوا في محضر واستدعوا كل ممثلين المرشحين اللي قدموا طعون. وفي الاخر بعد التحقيقات الدقيقه اصدرت المحكمه قرارها التاريخي، وهو الغاء نتائج 29 دايره كامله، وكأن الحكم ده طالع بعنوان راحت فلوسك يا صابر. وحولوا كمان 59 طعن لمحكمه النقد عشان تراجعهم وتفحصهم تاني. يعني ال 29 اللي اتلغوا دول مش نهايه المطاف، وبرضه في نفس الوقت في 100 طعن اترفضوا. يعني من الاخر يا جماعه مصر قالت للعالم كله وللبهوات اللي قاعدين بره وبيشككوا في نزاهه الدوله المصريه كلمتها: ما عندناش يا بيه اي هزار في الانتخابات بعد كده، واي حد هيعمل اي تجاوز او غلط هيتحاسب. وفي الاخر يا بيه العمده اما يقول لك اللي صرف ملايين عشان يطلع نايب هيطلع من المشهد كله خسران وعايب. واي حد كان فاكر نفسه ضامن الكرسي جه الحكم وقال له يلا يا حبيب قلبي اتكل من هنا، الكرسي ده مش بتاعك ده بتاع الشعب. يعني من الاخر كده دايره اتلغت وهو اتحرك سياسيا ووجع في البلاعه قبل ما يوصل للقاعه. ايوه طب وده معناه ايه يا عمده بقى على ارض الواقع؟ اقول لك يا بيه ده اما يرجع ل3 مبادئ اساسيه كانت غايبه عن المشهد الانتخابي. رقم 1 يا حبايبي العمده صوت المواطن رجع له احترامه، خلاص ما بقاش مجرد ورقه تتحط في الصندوق وتتنسي، خلاص بقى في مؤسسات اما تراجع وتشوف هل صوتك اتعد صح ولا اتبدل ولا اتلخبط ولا راح فين بالظبط. وده يا جماعه اول درس من الحكم ده. تاني حاجه بقى والتجيله ان المال السياسي ظهره اتكسر، اللي كان زمان اما يوزع كرتونه ولا كيس رز ولا كيسين مكرونه ولا رزمه فلوس ويقول لك انا كسبت، النهارده يبقى قاعد اما يعيط واما يقول يا ريتني وفرت الفلوسات. خلاص النهارده كله اتعلم ان الكرتونه مش اما تكسب قاضي، راحت فلوسك يا صابر، والقانون رجع كرامه المواطن. تالت حاجه بقى ان تكافؤ الفرص رجع من تاني، اللي اشتغل بضمير ونزل الشارع اتكلم مع الناس باحترام بقى عنده دلوقتي فرصه حقيقيه، مش اللي عنده نفوذ او واسطه او مال سياسي هو اللي هيركب الضغط. خلاص يا بهوات المحكمه قالت كلمتها، القانون دلوقتي هو اللي سايق مش الكاش. ايوه طب انا عندي سؤال يا عمده، هو ليه الدوله كلها ماشيه في الاتجاه ده؟ اقول لك لان الموضوع المره دي مش طعون وبس، ده توجه دوله حقيقي، والرئيس عبد الفتاح السيسي بنفسه هو اول واحد ادى الاشاره وجالها بحزم في بيان واضح من بعد الجوله الاولى في الانتخابات. وصلتني الاحداث اللي حصلت في بعض الدوائر، وبطلب من الهيئه الوطنيه التدقيق التام عند فحص الاحداث والطعون واتخاذ القرارات التي ترضي الله وتكشف اراده الناخبين الحقيقيه حتى ياتي نواب ممثلين فعلا عن الشعب. يعني من الاخر كده الريس جالها للكل، العداله فوق الهندسه السياسيه، وده اللي حصل بالظبط. والناس بقى اول ما سمعت الاحكام حصل انقسام، في اللي جاله شلل رباعي، وفي اللي طلع على العنايه المركزه وبقت من ساعتها هناك، وفي اللي فرح وقال يحيى العدل، وفي اللي قال يوه هو احنا نعيد ده كله تاني من الاول. بس بصراحه كده الاغلبيه العظمى من الشعب المصري مبسوط، لان المواطن اللي كان فاكر ان صوته بيروح في الهوا دلوقتي حس ان صوته ليه قيمه وممكن يعيد انتخابات من اول وجديد. والمرشحين نصهم قاعد يولول على الفلوسات اللي اتصرفت ويقولوا اتظلمنا، والنص التاني فرحان جو وبيقول الحمد لله القانون انصفنا. لكن في النهايه محدش قدر يعترض على شجاعه القضاء. اوعى تفتكر يا بنت الموضوع سهل ولا هاين، انت عارف يعني ايه 29 لجنه كامله يتلغوا؟ ده معناه يا حبيبي انك اما تعيد رسم خريطه البرلمان من جديد. احسبها انت بس معايا كده، لو كل دايره فيها 2 ولا 3 مرشحين كبار، ده معناه يا بيه ان حوالي 80 مرشح خسروا وضعهم القانوني كيف فجاه من غير لائحهم ولا دستور، ده غير الملايين كمان اللي خسروها. وفي دوائر يا اخوات العمده فيها رموز، فيها ناس لها وزن انتخابي مره واحده كده اتكلوا على الله. وده اما يوصل للكل ان مفيش حد فوق القانون مهما كان مكانته او اسمه. وزود على كده كمان يا باشا ان قبل ما المحكمه تتدخل الهيئه الوطنيه للانتخابات لغت 19 دايره كامله، وده يا بيه كان بسبب مخالفات واضحه، غير بقى يا بيه ال 29 اللي المحكمه الاداريه لغتهم بعد المراجعه القضائيه. وتحط يا معلم زيد على
عبيد يبقوا 48 لجنة كاملة بالتمام والكمال اتلغوا. وده على فكرة يا اخواتي العمدة رقم ضخم جدا، مفيش في تاريخ الحياة البرلمانية الحديثة حاجة زي كده حصلت قبل كده. وده معناه يا بنت وهو ان الدولة مش سايبة اي حاجة كده تمشي بالبركة. خلاص من النهاردة كل ورقة وكل صوت اما يتراجع وكل مخالفة بتتواجه. واحد صاحبي جاي اما يقول لي انا كان معايا قرشين يا عمدة وكنت ناوي اترشح الدورة الجاية، دلوقتي انا اما اقول له خلي فلوسك وقرشيناتك في جيبك يا عم، يا الانتخابات مش لعبة كوتشينة، ده شطرنج والقاضي هو المالك. والهيئة الوطنية للانتخابات دلوقتي عندها مهمة صعبة جدا، لانها لازم تعيد ترتيب الجداول الزمنية لاعادة التصويت في الدوائر الملغية، وتقعد بقى وتشوف مين ليه الحق انه يترشح تاني ومين لا. والموضوع ده يا اخوات العمدة مش بسيط، لانه محتاج موظفين وصناديق واشراف قضائي كامل، وده طبعا معناه ميزانية ضخمة. لكن الاهم بقى من كل ده ان الهيئة هتثبت للدنيا كلها انها تصلح اي غلط حصل في المرحلة الاولى. ودلوقتي بقى الخريطة بقت واضحة، 29 دايرة اتلغوا في محافظات مصر كلها. عندك في الجيزة البدرشين وبلاد الدكرور والهرم والعمرانية ومنشأة الجناطر وجسم الجيزة. وعندنا بقى في المنيا اول المنيا ومغاغة وابو جرجاس وملا ودير مواس. وفي اسيوط بقى اول اسيوط والقصية وبوتيج. وفي الاقصر بقى اسنا وجسم الاقصر وجورنا. وعندك في اسوان نصر النوبة وادفو. اما في البحيرة بقى المحمودية وحوش عيسى والدلنجات وكوم حمادة. وفي الفيوم سنورس. وفي اسكندرية المنتزه. ونطلع بقى على سوهاج البلاينة هناك اتلغت. وفي الوادي الجديد الخارجة. الموضوع يا جماعة مش مجرد عادة انتخابات، اللي حصل ده هيغير شكل البرلمان اللي جاي كله يا بنت وهو. في تحالفات هتتفك وفي احزاب هتعيد حساباتها بشكل جديد خالص. ده غير بقى ان في مرشحين هيعيدوا النظر في اسلوب الدعاية بتاعتهم، وفي مرشحين هيقرر ان هم مش هينزلوا تاني اصلا لانهم خلاص عارفين ان صوت المواطن هيتعمل له حساب. واللي كان اما يصرف ملايين عشان ياخدوا الكورس النهارده هيقعد يحسبها بالورقه والقلم. يا جماعه دلوقتي في ناس قاعده تولول وبتقول انا ما خسرتش الانتخابات، ده انا خسرت 70 مليون جنيه. اقول له خلاص فلوسك راحت يا صابر، وانا من موقعي هذا اما اقول له فلوسك راحت يا صابر والكرسي راح معاها. القضاء دلوقتي يا جدعان اما يبني ثقه، والفتره الجايه محتاجه وعي من المواطن. ايوه يعني الكلام ده يا عمده، يعني الانتخابات لما تتعاد يا حبيبي تنزل من على كنبتك وتروح تنتخب وتشارك. صوتك دلوقتي يا بيه بقى ليه حساب. يا اخوات العمده احنا دلوقتي في مرحله جديده فيها المواطن هو اللي بيحاسب والقاضي هو اللي لما يراقب والدوله لما تراجع نفسها بنفسها. اللي حصل ده يا جماعه مش نهايه انتخابات، اللي حصل ده بدايه عداله انتخابيه جديده في مصر. خلاص يا بيه دلوقتي القانون بقى فوق الكل، وصوت المواطن النهارده بقى اغلى من اي مال سياسي او دعايه. وافتكر يا مرشح انت وهو كلام العمده، اي حد هيزور او هيدفع فلوس هيلبس في الحيط. وفي نهايه كلامي عايز احكي لكم حكايه صغيره. كان في واحد مرشح في الانتخابات من بتوع المال السياسي، البي نزل يشتري اصوات وكان اما يدفع في الصوت 500 جنيه. المهم قاعد يلملم في ناس ويشتري اصواتهم، فجاه طلع له واحد فلاح وقال له لا يا بيه انا مش عايز ال 500 جنيه دي. قال له ايوه يا بلدينا امال انت عايز ايه بالظبط؟ قال له لا يا باشا انا عايز حماره اشتغل بيها في الغيط. المرشح قال له سهله وبسيطه وطلع على سوق البهايم. المهم غاب له يجي ساعه ورجع ايده فاضيه. الراجل الفلاح اول ما شافه قال له يا سياده النايب امال فين الحماره؟ قال له يا عم ما لقيتش حماره ب 500 جنيه. وهنا الراجل الفلاح بص له وقال له يعني انت ما لقيتش حماره ب 500 جنيه وعايز تشتريني انا ب 500 جنيه؟ شيروا له وابعتوا له.